القصة الأولى: البيت اللي بيرفض يسيبك تمشي. أنا اسمي أيمن، بشتغل مصور فريلانس. بحب أروح أماكن مهجورة أصورها وأوثقها. مرة جالي إيميل من حد مجهول في لوكيشن لبيت في أطراف الجيزة. كان مكتوب في الرسالة: صور البيت لكن ما تدخلش الدور التاني. طبعا الكلام ده زاد فضولي جدا وقررت أروح. وصلت قبل الغروب، وكان البيت باين عليه إنه مهجور بقاله عشرات السنين. شبابيك مكسرة، باب مقفول بس مش مطرب، فكأنه في حركة بتحصل كل فترة. أول لما دخلت الكاميرا بتاعتي فصلت رغم إن البطارية كانت فل. بدأت أصور بالموبايل وأنا بتمشى في الصالة. سمعت صوت خطوات فوق راسي. وقفت، ركزت، بس مفيش صوت تاني. كملت، لقيت صور قديمة في الأرض كلها لناس ملامحهم مش واضحة، بس كلهم باصين ناحية نقطة واحدة في الصورة، نفس الاتجاه. في اللحظة دي حسيت إن في حاجة بتراقبني. قبل ما أكمل، اضغط لايك واشترك فورا، علشان اللي حصل بعد كده عمره ما يتنسي، وعمري ما كررته تاني في أي مكان دخلته. قررت أطلع الدور التاني، وده كان أسوأ قرار في حياتي. وأنا طالع حسيت إنه كل السلالم بتطول، كل ما أطلع سلمة اللي بعدها تبان أبعد، لحد ما وصلت فوق لقيت باب واحد بس. باب غريب من الخشب بس عليه حفر قديمة كأنها رموز أو تعاويذ. والمصيبة، الباب كان مفتوح لوحده. دخلت وكانت الأوضة شبه فاضية، بس فيها مراية كبيرة جدا. وأول ما قربت منها شفت نفسي، بس ورايا كان في أنا تاني، نفس شكلي، واقف ساكت بس عينيه مفتوحة على الآخر وبرصص لي. لفيت ورايا، مفيش حاجة. رجعت أبص في المراية، لقيته بيبتسم. جريت بره الأوضة بس مفيش مخرج. البيت اتغير، السلالم اختفت وكل الشبابيك اتقفلت. قعدت أصرخ، أضرب الباب، أدور على أي مخرج، بس مفيش فايدة. عدى وقت طويل، معرفتش أميز هل هو ساعات ولا أيام. وأنا منهار لقيت ورقة مرمية على الأرض مكتوب فيها: دلوقتي انت بقيت جزء من البيت. كل واحد صور هنا ما خرجش، وكل واحد عصى التحذير اتنسى. القصة التانية: الطريق اللي بيرجعش حد زيه. حادثة عربية غيرت حياته وفتحت له باب لعالم مش للبشر. أنا اسمي عمار، كنت راجع من شغل في طريق صحراوي فاضي الساعة الواحدة بعد نص الليل. الطريق ده اللي اسمه طريق النخل الميت، كنت أول مرة أسوق فيه. والغريب، الجبس فصل والإشارة راحت، وكأن العربية دخلت منطقة ما فيهاش شبك ولا وقت. المهم، وأنا سايق شفت ست ماشية لوحدها على جنب الطريق، لابسة أسود، وشها مش باين. بطأت وقلبي بدأ يدق بسرعة غريبة، مش خوف بس كأن في شيء غلط. لفيت وراها بالعربية، اختفت. وهنا حصلت المصيبة. العربية وقفت لوحدها فجأة، ونور الطبلون كله، والعداد بدأ يتحرك رغم إني كنت واقف. ثواني وسمعت خبط على الزجاج من بره. ببص لقيت الست واقفة، بس المرة دي وشها باين. وشها مش وش بني آدم. قبل ما أكمل، لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو، بس لو كملت اضغط لايك واشترك فورا، لأن اللي حصل بعدها هيفضل يطاردك في النوم. كنت مشلول، مش قادر أحرك إيدي. الست اختفت تاني، وسمعت صوت في ودني بيقول: مفيش رجوع يا عمار، انت اخترت الطريق. العربية اشتغلت لوحدها وبدأت تمشي، بس الغريب، الطريق ما كانش بيتغير. كأني بلف في دايرة، نفس الشجرة، نفس الحجارة، نفس الغروب. لقيت لوحة مكتوبة عليها: أهلا بك في الطريق التكراري، اللي يدخله ما يرجعش. صرخت، ضربت فرامل، نزلت أجري، لكن الأرض نفسها كانت بتمط. كل ما أجري الدنيا تظلم أكتر، ولقيت نفسي قدام نفس العربية، بس المرة دي فيها واحد قاعد مكاني وشبهي بالظبط، بس عيناه سودة. وابتسم لي وقال: أنا بقيت أنت، وأنت خلاص خرجت. القصة الثالثة: الدرج اللي بينزل لتحت بس ما بيرجعش فوق. أنا اسمي راضي، شغال حارس أمن في موقع بناء مهجور على أطراف المدينة. مكان مفهوش روح ولا حتى إنترنت، شغلانة أي كلام بس بتسد.
بس في يوم كل حاجة اتقلبت. كان يوم جمعة، الدنيا ضلمة وهادية زيادة عن اللزوم. ريح بتصفر والتراب بيطير حوالين المباني اللي لسه تحت الإنشاء. وأنا في اللفة الليلية المعتادة لمحت حاجة غريبة في الأرض، كأن في حاجة بتبرق وسط التراب جنب رفعة مهجورة بقالها شهور ما اتحركتش. قربت أشوف ولقيت باب حديدي في نص الأرض، كأن حد كان مغطيه بالتراب والريح كشفته. الباب ده ما كانش موجود امبارح. فتحته وطلع لي سلم حجري نازل لتحت، كل درجة عليه مكتوب عليها بخط باين: ممنوع الرجوع، ممنوع الرجوع، ممنوع الرجوع. وبين كل درجة والتانية حسيت بحرارة بتزيد كأنك نازل على فرن. كنت همشي، لكن قبل ما نكمل اضغط لايك واشترك فورا، لأن اللي جاي مش مجرد قصة، ده تحذير حقيقي. لو لقيت درج في الأرض ما تنزلش. رجعت خطوة لورا، بس فجأة سمعت صوت حد بينادى من تحت باسمي: رضي، تعالي. مين يعرفني هنا؟ مفيش مخلوق. قلبي كان هيقف، بس فضولي كان أقوى. نزلت أول درجة، اتقفلت البوابة فوقي بقوة كأنها عمرها ما كانت مفتوحة. الهواء اتغير، ريحته زي الحديد الصدي ممزوجة بحاجة زي دم قديم. صوت أنفاسي كان بيرن في المكان، بس الغريب كان في نفس تاني، حد بيتنفس ورايا. كل ما ألف مفيش حاجة. نزلت حوالي 60 درجة، لقيت نفسي في حجرة مستطيلة جدرانها حجرية، وعلى كل حيطة رسومات لوشوش ناس بتصرخ. في نص الحجرة كان في مرآة كبيرة، لكن اللي فيها مش أنا، كان شخص شبهي بس ضحكته شيطانية وبيشاور ورايا. ولما بصيت ورايا لقيت كائن طويل جسمه مخروم وعينيه بتبرق بلون أحمر، كأن الشيطان نفسه وقف في ظهري. حاولت أصرخ، صوتي ما طلعش. رجليا مشيت لوحدها. رجعت للدرج وبدأت أطلع بسرعة، لكن كل ما أطلع 10 درجات ألاقي نفسي برجع للحجرة تاني. اتكررت دي 3 مرات، وفي المرة الرابعة المرآة اتكسرت لوحدها وطلع منها ايديا متعفنة. مسكت رجلي وسمعت الصوت يقول: انت اخترت، مش هتخرج تاني. غمضت عيني وقرأت كل آية حافظها. فجأة صحيت على صوت الأذان، ولقيت نفسي فوق عند البوابة الحديد، لكن الباب مقفول بمسامير وعليه ورقة مكتوب فيها: تم غلق البوابة بعد اختفاء الحارس راضي، لا تفتحها أبدا. بس أنا هنا فوق ولا أنا؟ يمكن اللي طلع مش أنا الحقيقي.